اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على أحلى اخوات في الدنيا. صباحكم كله رضا وحب وتفاؤل كده وطاقة إيجابية، ويلا بينا على طول نبدأ يومنا مع بعض النهاردة ونشوف احنا هنعمل ايه. بس أول حاجة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى، أنا النهاردة بدأت كده. أول حاجة عملتها كنت جايبة سمك وطلعته كده وايه غسلته. قلت قبل ما ابدا نظافه في البيت ولا اي حاجه، لازم بقى ايه اعمل الاكل الاول. زي ما انتوا عارفين لازم اعمل الاكل الاول، لان لحد ما بخلص نظافه البيت وكده بيكون خلاص الوقت بتاع الغدا جه والولاد جاعوا يعني. فلو ابتديت في التنظيف الاول مش هخلص يعني. المهم ابتديت كده الاول، عملت السمك كده غسلته وحطيت له ليمون وكده، وقلت لحد ما هو يعني اسيبه في الميه وليمون شويه. اروح كده اشوف البوتاجاز عشان ما كنتش عاملاه الصراحه من بالليل. فرحت جبت كده، بصوا البخاخه دي فيها كده بوتاص على ميه، تمام. بوتاص على ميه، ما كانش عندي ساعتها منظف، فقلت ايه احط بوتاص على ميه واشتغل بيه. هو حلو وجميل وكل حاجه وبينضف زي الفل. بس بصوا هنا انا كنت سبته ورحت لبست الجوانتي وجيت، عشان حرقني في ايدي يعني، لسعني كده في ايدي وحسيت ان هو هيعمل لي التهابات في ايدي، فروحت لبست جوانتي وجيت. بس الصراحه من ناحيه النظافه بينضف زي سترس بالظبط. بس عايز لو انت هتستخدمي البوتاص تزودي عليه شويه ميه كده زي ما انا عملت، فيبقى لازم تكوني لابسه جوانتي في ايديكي. خلاص. انا ما كانش عندي سترس وكده، بس كان عندي بوتاص، رحت حطيت كده زي معلقتين بوتاص في البخاخه دي وحطيت عليها ميه. خلاص ونضفت كله كده اهو، ومسحته بالفوطه، ورجعت بقى ايه البوتاجاز زي ما هو تاني عشان ابدا بقى عليه ان انا اطبخه كده، لاني مش بحب اطبخ عليه هو بالمنظر ده الا لو مضطره يعني. جبت بقى هنا الطاجن، وهنا طبعا انتوا عارفين ان انا عملت معاكم التفريزات وكده، فبعمل الطماطم والبصل والثوم والحاجات دي كلها بخليها جاهزة كده، بتسهل عليكي الاكل والله. عارفين يا بنات والله بتسهل الاكل جدا جدا. يعني تطلعي كده، بص زي ما انا عملت كده، بتحطي البصل وتحطي عليه الطماطم والثوم وخلص الكلام على كده. المهم انا كنت حطيت هنا شوية طماطم وعليها حبة توم كده بالفلفل وتوم على كده، ومن غير حاجة يعني سادة، وحطيت كزبرة وكمون وملح، وقلبت كل المكونات دي مع بعض وعصرت عليهم ليمونة، تمام. بس كده بص بكل سهولة ومش بياخد منك حاجة يعني. هنا حطيت عليهم دبس التمر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، وحطيت عليهم حبة مستردة، وقلبت كده كل المكونات مع بعض. وبعدين رحت ايه بقى خدت شوية عشان هعملهم على 2 طاجن، يعني طاجن كبير كده وطاجن صغنن. طبعا انا غاسله السمك في الناحيه التانية وصفيته وشلت منه الميه بتاعته وكده، وبعدين رحت جبته كده هرصه، بس مش هعمل اي حاجه. المفروض ان انا كنت احمره الاول، المفروض كنت احمره بدقيق، يعني اعفره كده في الدقيق واحمره الاول، بس كان الزيت يعني الزيت خلص من عندي، فرحت عملته كده على طول. لكن في الاساس السمك بيتحمر الاول قبل ما يتحط في الصلصه عشان ما يتهري يعني، ما تبقى السمكية كده ماسكه نفسها. حطيت كله كده اهو، شلت السمك اللي هو اللي فضل وحطيته في الفريزر، ودخلت بقى ايه الصواني دي في الفرن، وقلت اعمل الرز عشان ابقى خلصت كده خلاص، وادخل بقى في نظافة المطبخ وفي نظافة الحاجة كده بمزاج، وما فيش حاجة تعطلني يعني. المهم انا حطيت معلقتين من السمنة وحطيت كوبايتين من الرز. بصوا انا هنا بحط يعني لكل واحد في البيت نص كوباية، يعني مثلا احنا 5 تنفار، انا ما كنتش هاكل رز، فحطيت 4 كوبايات رز، كوبايتين رز، نص يعني 4 نصاص، تمام. يعني لكل نفر بعمل نص كوباية. وحطيت مكعب مرق وملح وفلفل وكزبرة وكده، وقلبت كل المكونات دي مع بعضها، و وكنت بقى غالية مية على جنب كده، لو عندك شوربة بتسقي بالشوربة، لكن انا بعمل رز ابيض مع السمك اللي هو ايه السمك اللي بالصلصة. اما لو هتعملي
السمك المتحمر ده انا بعمله رز صيادية، لكن السمك اللي بالصلصة ده بعمله ايه رز ابيض. المهم قلبته كده خلاص وسبته كده لحد ما يتشرب، وبعدين هنقله على العين التانية اللي هي الاوطى منها، يعني في عين تانية اللي ورا دي اوطى منها هنقله عليها. رحت بقى هنا بقى قلت بقى اخلص المواعين اللي في الحوض عشان لما اجي بقى اشتغل في المطبخ ما يبقاش عندي ايه كركبة يعني. المهم شطفت كل المواعين دي ورحت مدخلاها حطاها كده على جنب على اساس ان انا ادخلها في الغسالة بعد كده. تمام. وغسلت بقى في حاجات ان هي عايزة تتغسل على الايد، دي مش هينفع تدخل غسالة الاطباق، يعني البلانشة دي والمعلقة الخشب وكده مش بيدخلوا غسالة الاطباق، لان انا جربت قبل كده ان انا ادخل معلقة خشب في غسالة الاطباق سودت يا بنات. الكتالوج بتاع غسالة الاطباق لما بيجي بيبقى فيه حاجات تنفع تدخل وحاجات لا. اقريه كويس عشان انا الصراحة ما قريتوش كويس وخسرت كتير لما ما قريتوش كويس. هنا بقى رحت جبت بقى ايه الترمس بتاع الشاي ده ترمس بايظ، بس انا بستخدمه يعني بعبي فيه مية وكده عشان لما نيجي نعمل شاي بلبن. انا بعمل لولادي شاي بلبن نص ونص، يعني نص الشاي بلبن سخن والنص التاني ايه بارد. فده انا حطاه جنب الكتل كده عشان ايه لما نيجي نعمل شاي بلبن يبقى قريب مننا. المهم جيت لقيت كمان الكتل كده عايز يتغسل، ورحت ايه كمان هو غسلاه من بره ومن جوه. بس اهم حاجه لما تيجي تغسلي الكتل ما تقربيش الميه ناحيه الجزئيه اللي هي بتاعه الكهرباء اللي تحت. انا كنت بغسله كده من الجنب اهو زي ما انتوا شايفين، وكمان لما جيت شطفته بالميه شطفته بالجنب، يعني ما نزلتش الكتل كده من ناحيه القاعده بتاعته من تحت الميه لا عشان ما يبوظش. شطفته كده يعني خليت القاعده بتاعته باصه للحوض خلاص. المهم انا رحت حطيت له ميه كده وخل، لان في تكلسات من تحت مش راضيه تطلع، فمش هتطلع غير بالميه والخل. حطيت له ميه وخل ووديته ايه اغليه واسيبه لحد الصبح فيها، هلاقي التكلسات كلها راحت. رصيت بقى المواعين كلها هنا في الغساله وشغلت خلاص الغساله كده، وطلعت بقى على البوتاجاز هنا بعد ما غسلته لقيته جير، لان اول مره استخدم البوتاص ده لقيته ايه بيجير، يعني محتاج ان هو يتمسح بالفوطه كده بعد ما خلصت. مسحته كده بالفوطه وخلاص. بعد ما مسحته المره التانية دي بالفوطه ما عملش اي حاجه، بقى بيلمع كده زي ما انتوا شايفين وما جيرش تاني ولا حاجه. المهم لمعته كده كله، وبعدين طلعت بقى ايه كنت جايبه الاسكار الحلوه دي يا بنات، شوفوا جميله جميله شايفين. رحت بقى ايه دي بتتلزق ب... ب... اسمه ايه مغناطيس كده على التلاجة، كنت جايباها من واحدة كده عسولة بتبيع اونلاين. فروحت لزقتهم كده عشان بحب اقراها الصبح، لزقتها كده بقى خلاص. شايفين منظرها يا بنات يفرح. المهم رحت هنا بقى ايه الازاز ده من ساعة ما ضربت المطبخ ابيض وجات كده طراطيش من الابيض على الازاز. فرحت بقى ايه كده جايبه السلكه اللي هي ستانلس وطلعت بيها كل الحاجات اللي كانت لازقه في الازاز. تمام. هنا بقى كنت مش طايله الرف التاني ده، فرحت طلعت على الرخام عشان اعرف اعمله. بصوا طلعت بقى كل الليفه الاستانلس وهي خشنه كده ليها حبه ميه صغننين كده وايه وتشتغلي تلاقيه كل ده طلع معاكي، كل الحاجات اللازقه في الازاز، او لو عندك مرايه مثلا جه عليها دهان او كده هتلاقي كل الكلام ده طلع معاكي بالليفه الاستانلس، مش الليفه بتاعت السلك الالومنيوم، لا الليفه الاستانلس الخشنه. خلاص وجبت الفوطه كده ولمعتهم كلهم، والمطبخ اصلا لسه يعني عايز يتلاقي ياخد لون كده من جوه زي ما قلت لكم هو قديم، فهعمله معاكم ان شاء الله. وطلعت بعد كده بقى على البلكونه، كان النور قطع هنا، وطلعت بقى قلت ايه اروح انشر الهدوم، ومعايا هدوم كمان لسه عايزه تتطبق. فالفتره اللي هي بيكون فيها النور قاطع لان اصلا الدنيا بتبقى ضلمه جوه في الاوضه، بستغلها في ان انا ببقى في البلكونه هنا، يا اما بنشر يا بقرا قران لو مفيش حاجه تتنشر، يا اما بطبق غسيل كده يعني، يا اما بذاكر ليوسف او كده. خلاص. بعد كده رحت اهو قعدت كده، رحت بقى ايه جبت شويه الغسيل اللي قدامي وحطاهم على الترابيزه، قلت اما اطبقهم. وانا كنت بكلم حد في التليفون بس مش فاكره مين، يعني يا كنت بكلم حد يا اما كنت بسمع حاجه. هو ده يعني انا بحس ان كده بتسلى انا وشغاله.
طبقت كده الغسيل بتاعي والشرابات بقى كل واحد كده مش لاقي اخوه، بقيت اجوز كده كل شراب مع اخوه عشان ادخلهم في شنطة الشرابات بتاعتهم. دخلت بقى كل الحاجة كده في الدريسنج روم. بس كده خلصت بقى، باي، اشوفكم